شفت الاب ده عمل ايه لما جوز بنته شتمه؟ ما شفتش؟ طب شوف كده. جوزها قال لها يا بنت الكلب. فطبعا البنت زعلت جدا، وباباها ده غالي عندها. فقامت متصله بابوها قالت له فلان قال لي يا بنت الكلب. قال لها انت بنت كلب فعلا، ليه بتقولي لي؟ مش شتمك اللي بلغك؟ طب ابلعيها واسكتي، ليه بتكبري الموضوع؟ وقام قافل معاها وراح متصل على الولد طبعا قلبه وقع في رجليه، وطبعا هو بيحب حماه وبيحترمه، ولكن ما كانش يقصد يعني، بس هو حس ان هو غلط وغلط كبير. السلام عليكم يا عمو. قال له يا باشمهندس انا عازمك بكره على الغدا انت ومراتك، تعالوا اتغدوا معانا. طبعا هو قال لك بس احنا هنروح هيتعلق لنا ايه؟ حبل المشنقه. والراجل ده رجل يعني عظيم، يعني له مكانه كبيره. اللي بيحكي لي الولد، فبيقول لبسنا تاني يوم جهزنا نفسنا ورحنا، لقينا سفرة بقى، سفرة محترمة، وقعدنا اكلنا، والحلو بعد الاكل والضحك والهزار وكأن شيئا لم يكن. وبعدين راح باصص له كده في اخر القعدة وقال له ايه رأيك بقى يا باشمهندس في الكلب؟ يعني انا ينفع يتقال عني ان انا كلب؟ قال له والله انا اسف يا عم، وطبعا كان حاطط وشه في الارض. فقال لي والله الراجل ده اداني درس. كان الراجل ده قادر ان هو يقول لها جهزي شنطتك وانا حاجه اخدك، انا هربيه، ده انا هأدبه، ده انا هعمل. ولكن سبحان الله احنا كنا بنتكلم النهارده عن قول الله عز وجل ادفع بالتي هي احسن في خطبه الجمعه. فعلا يعني المواقف، ممكن حد غلط غلط كبير، انت تحول الغلط ده لسبب من اسباب ان انت تبقى عنده كبير، ان يشيل جميلك فوق راسه العمر كله. مش كل المشاكل بتتحل بالانتقام، وفين يضايقك وفين يوجعك واديلك وبالمحاكم والاقسام. المشاكل ممكن تتحل بالعقل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا يعني على سيدنا موسى وسيدنا هارون، والله عز وجل يقول في القرآن اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. فرعون طغى وتجبر، فكلموه بالراحة وبالهدوء، لأن الإنسان أحيانا لما بيغلط ويلاقي الناس كلها بتهاجم هو كمان بيدافع، المشكلة بتكبر. ربنا يصلح أحوالنا أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقف جميل من الاب. لو كل الاباء فعلا اتعاملت كده مش هنلاقي كل يوم حالة طلاق. ربنا يهدينا ويسترها علينا وعلى بناتنا. ابعتها لهم.